كلام جميل. ايه الفرق الحقيقي بقى بين اللاروش بوزيه ايفاكلار والفيتشي نورماديرم؟ الفرق في فلسفه التنظيف. الايفاكلار داخل بمنطق انظف السطح كويس الاول وبيركز على ازاله الدهون التقيله والملموسه بسرعه. اما النورماديرم داخل بمنطق انظف واظبط السبب، يعني مش بس يشيل الدهون لكن كمان بيتعامل مع انسداد المسام. بالنسبه لقوه التنظيف، فالايفاكلار اقوى في الاحساس بالتنظيف، خصوصا للبشره اللي بتلمع بسرعه وتحسها دايما مكتومه. اما النورماديرم فتنظيفه الطف شويه ومناسب اكتر للبشره اللي محتاجه تنظيف من غير قسوه. وبالنسبه للتعامل مع الدهون، فالايفاكلار بيقلل الدهون السطحيه بسرعه ووضوح، فالاحساس بعده ان الوش خف. اما النورماديرم بينظم افراز الدهون بشكل تدريجي من غير ما ينشف البشره او يخليها تعاند. وبالنسبه للمسام والرؤوس السوداء، فالايفاكلار تاثيره هنا غير مباشر، بينظف السطح فالمسام تبان اهدى ولكن مش بيخش جوه المسام. اما النورماديرم فليه ميزه واضحه هنا، لان الساليسيليك اسيد بيساعد ينظف المسام من جوه ويقلل الانسداد. وبالنسبه للحبوب، فالايفاكلار مناسب للحبوب اللي سببها الاساسي دهون زياده ولكن دوره محدود في الحبوب نفسها. اما النورماديرم فانسب للحبوب الخفيفه المرتبطه بانسداد المسام وبيستخدم اكتر كجزء من روتين علاج حب الشباب. وبالنسبه لتحمل البشره الحساسه، فالايفاكلار ممكن يكون تقيل شويه على البشره الحساسه جدا، خصوصا مع الاستخدام مرتين في اليوم. اما النورماديرم فغالبا متحمل احسن وانسب للي بشرتهم دهنيه بس بتتهيج بسهوله. وبالنسبه للاحساس بعد الغسيل، فالايفاكلار بيدي احساس نظافه قوي وواضح، بس بعض الناس تحس بشد بسيط. اما النورماديرم فبيدي احساس نظافه اهدى والبشره تحسها مرتاحه اكتر بعد الغسيل. وبالنسبه للاستخدام مع علاجات الحبوب، الاثنين ينفعوا مع الريتينويدز والبنزايل بروكسايد، ولكن النورماديرم هيكون غالبا الطف في الروتينات العلاجيه طويله الامد. والخلاصه، الايفاكلار اختيار صح لما المشكله الاساسيه تكون دهون عاليه وتنظيف غير كافي. اما النورماديرم فاختياره اذكى لما المشكله الاساسيه تكون انسداد مسام مع حبوب خفيفه وحساسيه محتمله. يعني الايفاكلار اقوى في التنظيف، اما النورماديرم فيعتبر اذكى في المعالجه. وفي الاخر سواء اخترت ده او ده، المهم نفهم ان العنايه بالبشره مش اختيار عشوائي ولا اقوى منتج وخلاص، ولكن اختيار صح مبني على طبيعه المشكله نفسها وعلى فهم احنا محتاجين ايه فعلا من الغسول.